السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن خشوي، باينري كود سوفت. هنكمل مع بعض تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي المجاني. وبعد ما خلصنا الجزء بتاع تصميم النماذج الميكانيكية والأشكال الهندسية، هنحاول دلوقتي نعمل نماذج تصميم معماري ثلاثي الأبعاد باستخدام نفس التكنيك من كوبايلوت المجاني. هنعمل أبلود لصورة، وهنختار مثلا صورة زي قلعة محمد علي أو مسجد محمد علي بالقلعة إن صح التعبير. طبعا ممكن تختار صورة أي مبنى أو عمارة أو مجسم أو نموذج. ممكن ندور برضو على حاجة تكون حديثة شوية، بناء حديث. ممكن المتحف الكبير اللي تم افتتاحه في شهر 11. بعد ما عمل تحميل الصورة هنعمل كرييت، بيعمل جنريتنج دلوقتي. طبعا لازم نكون داخلين بالاكونت زي ما احنا عارفين، باكونت بايميل صحيح عشان يقدر ينفذ معانا العملية بنجاح. كده استغرق دقيقة 1 minute. عشان طبعا في تفاصيل كتيرة في مسجد محمد علي، فعشان كده عملية الجنريتنج أو توليد المجسم ثلاثي الأبعاد خدت وقت طويل، وفعلا نجح إن هو يعمل المجسم. نعمل كليك عشان نفتحه في العرض ثلاثي الأبعاد ونقدر نشوفه بكل التفاصيل بتاعته. كده ممكن نشوفه باللون الجراي، درجات الأبيض. ده اللون بتاع الصورة الطبيعية. وزي ما قلنا ممكن تعمل داونلود لملف GLB بيتفتح ببرنامج بلندر أو برنامج فريكاد وبرامج التصميم والرسم ثلاثي الأبعاد. هنسميه بالعربي مسجد محمد علي بالقلعة، عشان نبقى لما نفتحه بعد كده. وهنعمل أبلود لصورة تانية برضو. في المسجد النبوي كان في مرسوم صورة ملونة للقبة الخضراء والميزنة. طبعا الصورة حجمها صغير وتفاصيلها بسيطة، عشان كده مش هتاخد وقت زي التفاصيل اللي كانت موجودة في مسجد محمد علي. نراعي ان اختيار الصورة يكون برضو مناسب، ما يكونش فيه في الخلفية شجر او حاجة تعيق او تعمل تشتيت لكوبايلوت ان هو يولد الرسم الثلاثي الابعاد او المجسم ثلاثي الابعاد.
كده عدى دقيقة. هو ممكن كوبايلوت ساعات بيزود إضافات على المجسم نتيجة استنتاجاته من الصورة. يعني في الغالب بعد ما هيعمل تصميم ثلاثي الأبعاد للمسجد النبوي هيكرر الميزانة دي في الجنب التاني، لأنه ممكن يكون متخيل إن المسقط ده فيه ميزانة ورا ومدارية، الاتنين مداريين بعض في نفس الفيو أو في نفس المسقط. فلو عايز تديله بالتفصيل كان يبقى مجسم أو يبقى ايزومتريك زي الصورة بتاعة القلعة، تبين له بالظبط ايه اللي موجود في الحقيقة. فشل عملية الجنريت لسبب مجهول. هنحاول نعمل ابلود لمجسم تاني، وليكن مثلا برج ايفل الاول. طبعا لو التفاصيل الصغيرة مش باينة بوضوح فممكن يبقى المجسم بلوك واحد مثلا، لون واحد مش باين في التفاصيل الدقيقة الداخلية لو الأبعاد بتاعت الصورة نفسها ما كانتش كبيرة. ممكن نحاول نفتح واحد كمان في تاب جنب منه بنفس الاكاونت برضو، ونشوف نقدر نعالج الموضوع بتاع الصورة. نعمل لها edit ونشيل الخلفية ببرنامج paint.net. لعل الخطوة دي ممكن تساعد شوية ان هو يقدر ينفذ عملية التصميم. الألوان قريبة من بعضها، عشان كده هنرجع نقلل التولرانس شوية. المسجد النبوي نشوف. لسه ما خلصت هنا برج ايفل ده مش محتاجينه. هنا خلص، نقوله create.
هنا خلص كمان برج ايفل وظهر هنا. زي ما قلت لحضراتكم التفاصيل مش باينة اوي، فظهر البرج عبارة عن بلوك اسود منغبش، انما القمر الحديد مش باين طبعا بالتفاصيل بتاعته. لو في صورة بتبقى اوضح واكبر. داليت دي برضه هنا فشل مرة تانية. طيب نعمل مثلا تاج محل. نغير الحجم بتاعه شوية، نخليه مثلا 50%، وناخده في برنامج بينت ونشيل الخلفيات. طبعا الصورة مساحتها كبيرة هتاخد وقت، وبرضو لازم نقلل شوية من tolerance. عشان يبقى الشكل طلع دقيق، نقدر نشيل كل المساحات بتاعة الخلفية. البرنامج ده paint.net برنامج رائع في الجرافيكس، وأسهل من برامج تانية كتير في الاستخدام والقوائم بتاعته. هنسيف النسخة الجديدة دي، تاج محل، ونختار تاج محل. ممكن نجيب صورة للمتحف. نحاول نجيب صورة تكون الخلفيات بتاعتها قليلة. على ما أعتقد دي ممتازة.
نفتحها في صفحة طبعا احنا هنشيل خلفية السماء اللي ورا دي عشان برضه نسهله. هل ممكن يطلع مجسم؟ بس نزود tolerance شوية. طبعا انا بعمل كليك وبعدين بشيل بزرار ديليت. ده ببساطة جدا يشيل لك كل الخلفية. ونسيف المتحف الكبير. انا عملت قناع توت عنخ امون وبس، ده شكل مش ظريف يعني، برضو ما اداش نفس الملامح بتاعه القناع بالظبط، ده ملامح شريرة شوية. كل المحاولات دي جربتها برضو قبل كده. طبعا هسيبكم انتوا تجربوا بنفسكم. في مشكلة عشان الصورة حجمها كبير. هنعمل ابديت للصفحة دي عشان يجيب لنا الابلود. هو بيعمل جنريت دلوقتي لصورة المتحف، وتجاهل الصورة الكبيرة بتاعة تاج محل. خلاص احنا مش هنضغط عليه، ممكن نجيب حاجة بسيطة زي مثلا مبنى حديث. عشان برضو ده يعتبر شكله كويس. بس بكسل شوية. هنشوف حاجة تاني زي ده. مبكسل برضو. طيب احنا ممكن نسيبه زي ما هو كده طالما هو مدي ترانسبيرنس PNG، ونسميه مثلا new building.
هو في ملاحظة أنا لاحظتها ممكن يكون هو ده السبب، إن الأسامي اللي مكتوبة بالملفات بالعربي ما بيعملهاش جنريت. فنرجع كده مثلا مسجد النبوي، بروفيت محمد موسك، وتاج محل نسميه تاج محل، متحف الكبير نسميه جريت ميوزيوم. على ما أعتقد ممكن يكون هو ده السبب. لو عمل كرييت للمبنى ده عشان هو كان اسمه نيو بيلدينج، يبقى فعلا النظرية كانت صح، انه ما يقبلش الملفات اللي بأسامي عربية، لازم تكون باسم انجليزي عشان تقدر ترفع الصورة تعملها جنريت. نجرب مع حاجة من الحاجات البسيطة. طيب عبال ما يعمل جنريت نفتح بلندر ونشوف مسجد محمد علي اللي احنا عملنا له جنريت. نعمل ديليت للبلوك ونعمل امبورت لجي ال بي فايل من داونلود مسجد محمد علي. الحروف طبعا زي ما قلت لحضراتكم في المحاضرة بتاعت بلندر بتبقى مكتوبة بس بطريقة معكوسة من الشمال لليمين، فلو كبرنا كده هنلاقي جايب لنا المسجد فعلا. لو عملنا تكتشر هيجيب تفاصيله. لو المسجد فيه أجزاء ملونة، يعني دي القبة بتبقى فاضي والألوان بتاعته في الصورة الحقيقية هتطلع هنا بنفس الشكل الحقيقي. نجهز بلندر عشان لو في حاجة عملت جنريت تاني. ده حصل فيلد، ممكن يكون تفاصيله بس. المسجد النبوي عمل له جنريت فعلا 3D، وزي ما قلت لحضراتكم عمل مئذنة تاني قصاد المئذنة دي، لأنه يفترض إن في واحدة تانية قصادها بالشكل ده. هو في بعض التفاصيل وبعض الريندرنج مش مظبوط من الجنريت، ممكن نعمله ريكرييت وندليت الشكل اللي مش مظبوط ده، ونحاول نجيب مبنى
يكون أبسط شوية من اللي احنا جبناه. ممكن نديله ده. building، أو هي تقريبا فيلا، نسميها فيلا. تمام. شكل كده اتظبط كتير عن المرة الأولانية، تفاصيله بألوانه. نعمل له داونلود GLB، ونسميه المسجد النبوي الشريف. ولو فتحنا import جوه بلندر، هو المئذنة أعلى المئذنة أعملها معوجة شوية بس ممكن لو عملنا لها ريجينيريت تاني تتعدل المرة دي. بس كده طبعا جت بالألوان بتاعتها. لو عملنا هنا روتيت وشوفنا التفاصيل، بكل التفاصيل. ممكن يطبع منه نماذج أو يتعمل منه مجسمات للزينة أو للديكور. هنعمل شكل الفيلا، آخر الفيلا دي، وبعد كده نكون خلصنا المحاضرة بتاعة الرسم المعماري أو النماذج المعمارية نتيجة توليد جنريشن من الذكاء الاصطناعي. هو ممكن يحتاج اللي احنا نعمل فيها شوية تجهيزات، يعني برضه عشان يبقى قاضينا على حججه كلها. هناخد بس شكل الفيلا، ونحاول نوضح ونشيل الخلفيات اللي ملهاش استخدام.
ده اختبار يعتبر صعب شوية لكوبايلوت. بس نشوف هو هينجح فيه ولا مش هينجح. طلع شكل طبعا مش مظبوط، يعني شكل افتكاسي كده شوية على قد ما هو قدر. عندليته بس، ونجيب آخر تعديل بعد ما شلنا الخلفية. هو يمكن الشكل صعب شوية عليه هندسيا يعني. عايز اوري حضراتكم برضو قناع توت عنخ امون اللي انا كنت اديتهوله، اللي هو ده تقريبا ده كان احسن حاجة. هو فشل يعمل جنريت لما لقى الموضوع معقد، فانا اديته القناع الذهبي لتوت عنخ امون وعمل جنريت فعلا بتفاصيله، بس الملامح كانت مش مظبوطة، يعني نفس ملامح القناع. احنا استهلكنا عدد المرات، فنفتح كوبايلوت بأكاونت تاني زي ما احنا متفقين. ويظهر اني محفظتش الديزاين بتاع توت عنخ امون.
كده عدى دقيقة بس فشل. هو كان عمل جنريت قبل كده بس جايز فيه مشكلة المرة دي في عملية الجنريشن. خلاص كده تعتبر آخر جزء في توليد أو تصميم النماذج المعمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي المجاني كوبايلوت. كان معكم أيمن خشوعي من باينري كود سوفت، وأشوفكم في المحاضرة الجاية آخر محاضرة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.